My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اسمي محمد. فيديو النهارده نتكلم فيه عن نسختي الجديدة. تمام، التحديث الجديد طبعا بعد فترة انقطاع جميلة جدا، فانا مش هطول عليكم. طبعا فترة الانقطاع دي كانت بسبب الدراسة والشغل والكلام ده كله، فاحنا مهم النهارده راجع لكم بتحديث جديد على مبني على اخر اصدار من يويا، مش هتطلب تحديث قريب. النسخة فيها كل الكماليات، فيها ميزات جديدة، فيها طبعا ما بتهنكش، ده كده كده اساسي عشان النسخة كلها ما بتهنكش. تمام، الحمد لله. يعني نخش في النسخة على طول. اول حاجة طبعا مقفول، انا قافلها طبعا. حلو، اول حاجة هنخش على اعدادات الامبراطور. تمام، هتلاقي عندك قناة اليوتيوب. طبعا انت عايز تشترك، تمام، ده من ذوقك، يعني نوصل 7000. فيلا بقى انزل اشترك دلوقتي وحط الجرس، ويلا بينا نخش على طول على اس ام اكسترا مودز. طبعا هوريك ازاي تعمل النسخة عربي، مع ان انا عاملها عربي يعني من جوه، وسايب الانجليزي انجليزي للي عايز النسخة انجليزي. تمام، هنخش على اس ام اكسترا مودز. تمام، هتلاقي عندك كل حاجه بالعربي، يعني انا مدلعك من الاخر، النسخه كامله الكماليات. تمام، عندك اظهار علامه اضافه الاكونت، اللي هو لو انت عايز تضيف مثلا رقمين وتفتحهم في نفس الوقت. جميل، دي بتظهر لك العلامه بره عشان تدوس على علامه الزائد وتضيف رقمك التاني، تفتحه وتبدل منهم بسهوله. طبعا عندك هنا تشغيل علامه التوثيق، اللي هي لو احنا دخلنا على اي شات او اي جروب بتلاقي محطوط عليه علامه التوثيق الخضراء اللي هي دي. تمام، طبعا هي شكلها جامد، يعني انا مشغلها. طبعا عندك منع ارسال الرسائل، اللي هي ان انت اي رساله بتبعتها حتى لو انت بعتها مش هتوصل له قدامك. تمام، ومنع الاستلام، لو انت مثلا في حد معين انت مش عايز مثلا تستلم منه الرسائل في الوقت ده، فانت اي حاجه اول ما تفعل الزرار ده وتقفل النسخه، اي حاجه هو يبعتها مش هتوصل لك، هتبان ان هي بتوصل لك بس هي مش بتجيلك اساسا على النسخه. تمام، انا ميزه معرفه وقت حذف الستوري والرسائل. بص يا زميلي، هي دلوقتي كل حاجه اصلا مكتوبه هي بتعمل ايه تحتيها، بس انا هشرح لك برضو. دلوقتي لو انا مثلا مسحت ستوري الساعه 12 الضوء، في النسخ العاديه مش بيقول لك ان انا مسحت ستوري وقت كذا، بيكتب لك ان هي عليها علامه الحمراء دي، اللي هي علامه الاكس الحمراء، ان هي ممسوحه بس. تمام، لحظه بس. تمام، فدلوقتي اول ما تفعل الميس دي، اي حاجه تتمسح سواء رساله او ستوري بيكتب لك التاريخ، وكمان بيكتب لك الوقت بالثواني، يعني اتمسحت امتى بالظبط. تمام، عندك ميزه الاسم الاصلي. تمام، دي لو انت مش مسجل رقم معين بيظهر لك الاسم بتاعه، النيم اللي هو حاطه في الواتساب. حلو، عندك طبعا ميزه الرساله المخفيه، دي انا هفهمها لك دلوقتي. دي لو انت عايز حد معين يخش الشات، حلو، فانت هتبعت له حاجه اسمها هيدن مسج، زي اللي هي مكتوبه دي كده، وبتتبعت له، بيكتب له هيدن مسج، يعني رساله مخفيه. لو هو واحد مش بيفهم شويه فهو هيضطر ان هو هيبقى عنده فضول ان هو يخش الشات عشان يشوف ايه هي الرساله المخفيه دي، فبالتالي يقدر يخش. هي ميزه ممكن تكون انت حاببها او لا، يعني هي جماليه يعتبر. تمام، انت لو عندك النسخه بتفتح على مشغل فيديو خاص، طبعا انت بتشغل الميزه دي عشان يطفي المشغل ده ويشغل المشغل الفيديوهات بتاع النسخه نفسه. حلو، عندك بعد كده اخفاء الزر العائم، اللي هي بتخفي، هوريك بتخفي لك ميزه تعديل الشات. تمام، انا هفهمك دلوقتي ايه هي. وعندك طبعا اخفاء ايقونه مسح الرسائل، اللي هي علامه الحمراء اللي انا قلت لك عليها، اللي هي علامه التقاطع دي. تمام، فانت عايز تخفيها. تمام، عندك اخفاء ميزه الاضافيه الخاصه بالرسائل، هفهمها لك دلوقتي. والكويك بار ده، كويك كونتاكت بار، اللي هي العلام. بص خلينا نشغلها وانا هفهمها لك دلوقتي. تمام، نخش اي حاجه، نخش جروب التيست بتاع النسخه. جميل، شايف ده البوم تكست طبعا. ماشي، دلوقتي احنا هنبعت رساله، بعتنا نقطه. جميل، طبعا انا خلي بالك النسخه عندي بتعمل الوقت بالثواني، عشان يعني ايه شكل كده، وعلى علامه هي الحمامه ومروق عليك. احنا دلوقتي دوس على اي مسج. حلو، دوس عليها، هيطلع لك موديفاي شات. طبعا كل ده بالعربي عادي، هتلاقيه عندك في النسخه. موديفاي شات دي يعني انت هتعدل في الشات المكتوب، انت بتعدل عليها، هي رساله بعتت له بس انت تعدل عليها كشكل، اللي هي تعديل الشتات اللي هي اصلا كانت ممسوحه من بعض النسخ يعني. دلوقتي احنا عايزين نعدل النسخه دي، نكتب فيها كلمه مثلا سمير اللي هو اسمي. تمام، ونعمل ان هي اتشافت مارك اسين، ونعمل اديت. هتلاقي النسخه رسترت لوحدها.
عادي هتستناها تفتح، مفيش اي مشكله. اهي شفت اهي الكلمه اتعدلت اهي. تمام، دوسنا عليها تاني. عندك طبعا الترجمه، وان انت تاخد جزء منها اللي هي كوبي سيكشن، او ان انت تعملها كلها كوبي شير، تعمل لها علامه النجمه اللي هي تعمل لها ستار مسج. تمام، وطبعا تفاصيل الرساله، كل حاجه هتلاقيها عندك. وتقدر كمان تعدلها تاني، يعني انت بتعدلها دلوقتي ممكن مثلا تعملها بتاريخ معين، ممكن تعملها بوقت معين، يعني مثلا تبعت الساعه 3 الساعه 2، تعملها اتشافت او ما اتشافتش، تعدل كل حاجه. تمام يا شباب، كمان في ميزه تفييك الشات كامل. تمام، اللي قلتها لكم من شويه كمان كانت التعديل على الرساله اللي انت بعتها، لكن دلوقتي انا هوريك ازاي تفيك شات. دلوقتي احنا دخلنا على الشات مثلا ده اللي هو رقمي، حلو، عايزين نفيك الشات. هنعمل ايه؟ هتدوس على 3 نقط وبعد كده هتدوس على لايف فيك شات. تمام، دوسنا عليها انيبل، هيطلع لك السهمين دول. جميل جميل. اي حاجه هتكتبها هنا، وليكن ازيك. تمام، لو دوسنا على السهم ده هتلاقي ان هو اللي بعتها لك، وبعد كده تقدر تعدلها زي ما قلت لك بالوقت والتاريخ، وبكده تبقى انت مفيك شات جامد. طبعا دي اللي هي زي ميزه العكس، زي ما شايف هو اللي كده اللي بعتها لي. نبعت حاجه تانية بس عشان الناس ما تقولش بنضحك عليهم او حاجه. زي ما انتم شايفين نقدر مثلا نعدل في التوقيت برضو، يعني نخليها مثلا الساعه 9 بالليل عادي، وتعمل لها ايديت. تمام. لو احنا برضو عايزين نبعتها كاننا احنا اللي باعتين، بتتبعت كده من غير اي مشاكل. تقدر تعدل على الاتنين بسهوله، وكمان تقدر تخليه ان هو شافها اهي. بس طبعا النسخه هتراستر معاك، هتستناها عادي تفتح وهتلاقي الشات اتعدل. طبعا النسخه متحدثه على اخر اصدار. تمام، فيها ازرار حمايه من الفيروس كتيره جدا. النسخه ما بتهنكش من اي حاجه في الدنيا، وكمان ما بتتقالش شات وما بتهنكش ضغط، لان انا شغال عليها ب 4400 شات وما تقلتش معايا لحد دلوقتي خالص نهائي. فاللي بتوع الشيل النسخه دي مناسبه. زي ما انتم شايفين كده اتعدلت وبقت باين ان الشخص اللي قدامي شايف الرساله كمان. حلو، طبعا في ناس بتستخدم الميزه دي وفي ناس لا. نكمل عادي. طبعا عندنا بعد كده السايد بار ده نسيت اقول لكم عليه، هقول لكم عليه دلوقتي. لو دخلنا في نفس الشات هتلاحظ ان هو في السهم اللي تحت ده اسهل عشان تقدر تخش على الشات اللي عندك. تمام، بيدخلك على الشات بسرعه. بعد كده هنخرج خالص من اكسترا مودز كده، احنا خلصنا. هنخش على الحمايه والخصوصيه او برايفسي اند سكيورتي. بعد كده طبعا عندك قسم حمايه الامبراطور، ومكتوب لك ايه كالعاده افضل من نسخ كتير، وده طبيعي جدا، يعني الناس عارفاني بالاسم، بس انا عشان ما بنزلش كتير فريت شويه للاسف، يعني مش مشكله. طبعا عندك قسم الفيروسات. لو دخلنا عليه هتلاقي كل الازرار مترجمه عربي، ومش بقى شغل اللعب في النسخ ولا لون كتير ومش عارف ايه. طبعا عندك التهريج من فيروس الدفع اللي هو الفيروس البيمنت. تمام، هو ظهر حبه كده واختفى، اساسا كان فيروس اجنبي. تمام، وعندك اصلاح تقل الواجهه. تمام، وميزه اخفاء الشات دي بتخفي الشات كله، اللي هي شات زيرو، اللي هي اي حاجه موجوده. لو مثلا ظهر فيروس بيهنج النسخه تشغل الزرار ده كده، النسخه هتشتغل معاك عادي، مفيش اي مشكله. طبعا اخفاء الكلام في الستوري وميزه المنشن السريع اللي تقدر تمنشن بسرعه من غير ما النسخه تعلق معاك. تمام، عندك التهنيج من فيروس اللينكات، انا هختصر يعني، وفيروس الويب وفيروس الكتالوج وفيروس الملفات وفيروس الخريطه التعبان. كل دي فيروسات تعبانه وانتهت اساسا، بس احنا بنحطها احتياطي للحمايه بس. طبعا عندك لو النسخه علقت في حاجات في موبايلات معينه، النسخه بتتحرق فيها، ودي مش بتكون عيب من عندنا، بتكون عيب من نسخه اف ام نفسها. فانا عامل لك الزراير دي عشان تصلح لك المشاكل دي. يعني لو جيت تدخل لينك مثلا معين، اللينك اصلا انت عارف ان هو شغال بتاع روم او جروب. تمام، فانت جيت قال لك ان اللينك مش شغال وهو اللينك شغال وانت متاكد ان هو شغال، بتدوس على اصلاح خطا الدخول دي واصلاح عدم الدخول الرومات، وهتدخل وهتصلح معاك المشكله بسهوله، بس لازم تراستر النسخه. تمام، ولينك الدعوه نفس الكلام. يعني دي مشاكل لو انت بتدخل الرومات واللينك علق معاك بس كده. تمام، ودي برضو مش بتحصل على طول، دي في بعض الموبايلات بس. دلوقتي في اس ام اكسترا مودز. تمام، عندك بعد كده اصلاح خطا المكالمه. دي لما تيجي تتصل على حد لو هو معاه نسخه بلس، احتمال كبير النسخه بتتحرق. تمام، نسخته هو بتتحرق، فدي ممكن تستخدمها، بس انا يعني ايه ما انصحش حد يستخدمها ولا يأذي بيها حد، وانا بخلق مسؤوليتي من اي حد هيستخدمها غلط. تمام، ميزه الرمي السريع دي بتسرع الرمي بتاعك.
تخلي اي رساله بعد ما تفعل بتخلي اي رساله بعد ما تفعل الميزه دي تبقى فيروس بيتقل الشات. دلوقتي انت بعت نقطه هنشغلها وهنجربها قدامكم. جميل جميل، ادينا شغلناها. الفيديو هيطول كده وانا عايز اختصر الصراحه عشان بتعب في المونتاج. تمام، هندخل على الشات ده. حلو، وهنبعت نقطه. هتلاحظ ان هي بقت فيروس. تمام، والفيروس ده تقيل، يعني فيروس تقيل، يعني لازم تشغل له نظام الحمايه عشان يعمل عليه ريبلاي. يعني انت لو رميت منه مثلا 100 فرومات كتير جدا وزنقت الرقم ممكن يهنج معاك ضغط عادي، بتحصل. تمام، وطبعا هو وانا بعمل ريبلاي تقلت النسخه شويه لان هو اصلا تقيل، وانا مش مفعل زراير الحمايه، يعني انا ما فعلتش زراير الحمايه. والزراير معموله بحيث ان النسخه تبقى عاديه وانت قافلها زي اي نسخه طبيعيه متجر، ولما تفعل الزراير بتبقى النسخه محميه ضد اي حاجه، وهتعمل ريبلاي بسرعه ومش هتتقل معاك ولا اي حاجه، ولا هتهنج اساسا، يعني مفيش حد يقدر يهنج نسخي. جميل جميل، كده وصلنا لنهايه الفيديو. وريتك كل المميزات ووريتك النسخه ما بتهنكش والنسخه ما فيهاش اي حاجه. تمام، وعندك طبعا مده التعديل، مده الريكورد اللي هي مثلا تخلي الوقت بتاع الريكورد ايا كان اللي انت الوقت اللي انت بعته في الريكورد، بعت ثانيه هيتكتب عليها 11. الاشكال دي في ناس بتحب الميزه دي وفي ناس لا. تمام، وزي ما قلت لك الميزه فيها طبعا ميزه الادمن فيك اللي هي عشان تقدر تنسخ الوصف البايو بتاع الجروبات، وكمان بتكتب ان انت ادمن من عندك انت بس، طبعا زي تعديل الشاب بالظبط. تمام، كده وريتك كل الميزات الموجوده في النسخه. طبعا النسخه مليانه ميزات ومبنيه على اخر تحديث اف ام بكل مميزاته. طبعا عندك اللي هي منع المشاهده مره واحده، ومنع حذف الستوري، ومنع حذف الرسائل اهي. طبعا النسخه متعربه عربي، هقول لك تعملها ازاي عربي. تخش على اليونيفرسال، تمام، وسيتنج واللانجوج تخليها عربيك، هتعمل معاك عربي، او ان انت تعدل النسخه الموبايل اصلا يكون باللغه العربيه، هيفتح معاك النسخه بالعربي على طول. وانا كده كده معرب لك كل حاجه. وطبعا النسخه مبنيه على اخر تحديث ومش هتطلب تحديث دلوقتي. ويلا ما تنساش بقى تحط لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس. سيبك مع طريقه التحميل، ويلا في طريقه التنزيل بتاعه النسخه. اول حاجه هنخش على اللينك اللي في الديسكربشن، اي كده المتصفح اللي بتفتحه منه جوجل كروم او فايرفوكس، هيخش على اللينك يدخلك في اللينك شبه ده بالظبط يا جدعان. هيكون في طبعا اعلانات بس انا انصحك بمتصفح فايرفوكس لانه مش بيكون فيه اعلانات ولا هيضايقك في اي حاجه. تستنى 15 ثانيه اللي بيعدوا فوق دول زي ما انت شايفهم في الدايره دي. استغل الوقت في ان انت تحط لايك للفيديو، هتلاقي لينك الشات بتاعي تحت الديسكربشن، وكمان لينك جروب الواتساب لو انت عندك اي اسئله، ولينك الانستجرام بتاعي. طبعا هتدوس على كلمه نيكست اللي هي بالازرق دي. تمام، هيطلع لك كلمه نيكست تحت، هندوس عليها هيدخلك في موقع تاني. يعني معلش هي دي الطريقه الوحيده اللي انت ممكن تفيدني بيها، والموضوع مش هياخد من ايدك اكتر من دقيقه بالظبط ونص. تمام، هنستنى 10 ثواني زي ما انت شايف العداد بيعد. هندوس على نيكست ونيكست تاني ببساطه جدا جدا. هنخش في اخر عداد خالص اللي هو اخر حاجه، وبعد كده يدخلك على ميديا فاير اللي هو اللينك مباشر لتنزيل النسخه من غير اي مشاكل، من غير اي لف ودوران. دوس نيكست وهندوس على نيكست تاني. تمام، هيبقى فاضل اخر خطوه اللي هي الكابتشا. انت هتدوس على المربع اللي هو ايام نوت ارابوت ده، هتحدد الحاجات اللي بيقولك عليها. وهنا بيقولك بيختار الطريق المرور، هتدوس نيكست. بعد كده قالك اختار العجل، هنختار العجل. تمام، هندوس على النيكست اللي بالازرق وخلاص. هيقولك 10 ثواني بالظبط وهيدخلك على لينك ميديا فاير في اعاده التحويل. يلا يعني والله بجد قدروا تعب يا جدعان، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام، هندوس على جيت لينك دي. تمام، ادي لينك النسخه المباشر ميديا فاير. هتدوس على علامه التنزيل، هيبدا معاك تنزيل بدون اي مشاكل. هنصحك بمتصفح ميديا فاير عفوا بمتصفح فايرفوكس عشان تقدر تنزل من غير اعلانات ولا اي يدخلك في مواقع ملهاش لازمه. كان معاكم اسمي محمد، ويلا سلام.